يؤدب الحزن قلب صاحبه ولكن يعلمه الدعاء، يوحشه من الناس ويؤنسه بربه. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من الذي جاءه خائفا فما أمنه؟ ومن الذي جاءه منكسرا فما رممه؟ ومن الذي جاءه حزينا فما أسعده؟ ومن الذي جاءه مستنجدا فما نصره؟ ومن الذي جاءه حيران فما دله؟ إنه الله، الله الذي يعلم حاجتك قبل أن تنطق بها، ويعرف وجع قلبك قبل أن تشكوه، ويهيئ لك أسباب الفرج وأنت لا تدري. فلا تيأس مهما اشتدت بك الخطوب، ولا تحزن مهما طال بك البلاء، فربك أرحم بك من نفسك. فأحسن الظن به، وكن على يقين أن ما عنده خير مما ترجوه، وأن عطاياه ستأتيك ولا بد. تخير أوقات الإجابة، وأنخ مطاياك ببابه، وأقبل عليه بكليتك، فإن سهام الدعاء لا تخيب، وإن الأيدي الفارغة الممتدة إليه يستحيل أن تعود إلا ملأى. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع، فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع.